الحبايب شلونكم شخباركم؟ يا رب دوم بخير وصحة وعافية، ونشوف هذا الفيديو كل يوم جايكم فيديو جديد روتين جديد. ويلا صلونا على النبي محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعالوا بنات اليوم بلش وياكم. طبعا اخذنا مشتريات بنات، واخيرا اخذنا هذا القوري. طبعا القوري انكسر، كان القزاز وانكسر وصار فترة يعني احنا ظلنا على القوري نشوي بيه، يعني مال السطح مو نشوي بيه، يعني نسوي بيه شاي بالسطح. اذا شايفينه طلع بكثر من تصوير. وهاي الموديلات بنات او البي طبعا كلش حلو هو بنات. وهذا السعر مالته. القوري معدن ابيض، سعره 10,000 بنات تقريبا. هذا صار لترين اعتقد، ما انتبهت. هذا بنات شوفوا. طبعا اخذنا همين ذا كيسيات القلاصات اللي شفتوه. وهنا تعالوا نعزل المسواق مالتنا. طبعا هذا المسواق انا عزلته هنا فلفل، وهنا بطيخ، وهذا العنب وطماطة يعني. وش اسمه بنات هذا نسيتي باذنجان. وهذا الشجر لقيت الشجر بنات. طبعا اول مرة ينزل عندنا هنا، فدائما ما جايبين اول مرة يعني. فهنا تيهتي. هنا ليمون اخذنا همين. طبعا تدرون الليمون كلش غالي. اي بنات. وهاي البطيخة مالتنا. وهذا مسواقنا اليوم. طبعا الاسعار ما اعرفها لان بحسوني هو اللي جاي يتسوق حاليا، فانا الاسعار يعني ما اعرفها حاليا. هنا رتبت الثلاجة بهالشكل. هنا بنات عندنا همين رطب. طبعا احنا مسواقنا الفواكه بنات يومية، بين يوم ويوم ناخذ. هنا بوتيتي همين. طبعا هنا حاولت انكتها من الطين وما ردت اغسلها بنات، ليه تعرفون بعد نغسلها راح تخرب. هنا حبايب طبعا مثل ما قلت لكم ما اريد اغسلها لين تخرب. فهنا انا كريتها كل زين وخليتها بالثلاجة. وهنا خليت طبعا راح اجيب سلة همين اخلي الليمون. وهنا جاب لنا ابو حسون طبعا ريوق همين. طبعا هذا مسواق بنات قبل الريوق. هنا خضرة عندنا، وهنا خبز مثل ما شفتوه هذا ابيض. طبعا جاي اسجل لكم الفيديو قاعدة بالحوش في هاي الصوت بالشارع. فهنا عندنا معطر بنات، هذا سعره 1000 اعتقد يعني. عندنا بنات هاي الانشون همين، هاي سعرها 1500 لاني طبعا اعرف اسعارهن. الحليب على 1000. وهاي الثانية همين بنات، هاي همين ب1000. واخذنا جبن مثلثات على 500. هاي همين توني. طبعا هاي ما اعرف سعرها. هنا بنات عندنا جبن مثلثات ب500. وهذا المسواق بنات مالتنا. طبعا جاي يقطع لان صار فترة كلش طويلة ما جاي اسجل لكم فيديوهات، فاحس نفسي يعني شلون بعدنا جديدة اول مرة. هي هاي المشكلة الوحيدة. هنا راح اخليهم بالثلاجة. يابا هنا شو الرطب. هنا بنات السيلة مع الرطب قبل يعني ما مايح كلش. وهنا عندنا قطية المعجون لازم تبقى مفتوحة. هنا بنات راح اسوي كباب عروق. طبعا هنا برشة بوتيتاية وبرشة شجر، وراح اثرم طماطة. هنا راح اخلي له هواي طماطة لين كباب العروق يصير حلو بالطماطة يعني يطلع مكسر. طبعا هنا خليت عليه ربع كيلو لحم او اكثر يعني. طبعا هنا تدرون بنات ما صورت. هنا بنات راعجنا كل زين. طبعا ما ضفت له هواي طحين، خليت له شي قليل. واعتقد هنا هم ما مشاركتكم وياه. طبعا هاي الباب يعني احنا قاعدين بالحوش، في هذا باب الجواري يعني مو بابنا. هنا بنات طبعا خلوا البهارات حسب اللي تحبوه. هنا خليت بهارات يعني مال كبة وياه، وخليت شوية كركم، وخليت ظرف ماجي. طبعا هو الكباب العروق ما يخلى له بهارات. وهنا بلشت اقلي.
طبعا الفيديو مالتنا اليوم كلش طويل وهواي بيه شغلات. هنا بنات خلصنا هذا الغداء مالتنا، رتبناه بهالشكل. طبعا انا قليت ويا بوتيتو وباذنجان وسوينا زلاطة وخضراء ورطب ولبن اكيد وخير ونعمة من رب العالمين. وناس يهمكم العافية حبايب. طبعا هنا سوينا غدا بنات. وهنا حبايب راح اركب هذا اللحم وراح اسويه تشريب. هنا اكيد غسلته كله زين وراح اضيف له ماي. هاي بنات ضفت له هنا ماي وراح اخليه على النار على مود تطلع الزفرة وبعدين اطبخه. هنا بنات بعد ما سلقته ذبيت الماي، ضفت له بصل وبرغال واكيد نومي. طبعا هنا عندي حملة تنظيف راح انظف البيت، فهنا ما صورت لكم اعتقد يعني بس الاستقبال صورت لكم اياه. هنا راح اخليه على الهيتر بنات واتركه يعني من لما يستوي. هنا بعد ما خلص شوفوا بنات هنا كمل عندي. وهنا اكيد اكلنا وخلصنا الحمد لله والشكر. طبعا هاي المواعين مال الغداء ضفت لكم اياه هنا، وراح ننظف وياكم امين الاستقبال وراح اشرحكم على المطبخ. بس انا اترككم اغسل المواعين وارجع لكم. وهنا حبايب خلصنا مواعين. طبعا هذا الكاونتر بنات اللي فصلته. هنا عندنا السنك طبعا مصفى الطباخ شايفينه باكثر من تصوير. فوقها يصير ملحق بنات بسلتين وخانة يعني اضافية. ذاك الكاونتر بنات يختلف عن هذا الكاونتر خشبي بنات، فصلته تقريبا قبل سنة. كان عليه عرض مال عيد الاضحى، فاخذته ب675 كان سعره. 3 مترات بنات ويا سينك 1.5 متر. طبعا اردت 1.5 متر لان انا ما عندي مساحة كبيرة، فاخذت سويت متر السنك وبيت للغسالة نص متر، فصار علي 675. طبعا بنات هو يعني حلو مثل ما جاي يشوفون هاي، بس هو يراد الاعتناء ويراد يعني هو شكل ديكور بنات، يعني شلون الكنتور التركي نفس الشي.
طبعا شو اسمه بنات التفصال حسب اللي تطلبوه انتو، وانا ما اقدر اقول لكم العنوان اللي اخذت منه هذا الكاونتر، لان الصراحه شغله مو شي دائريه وهواي بيه اغلاط، فما راح اذكر لكم من وين. بس اللي حابه يعني تفصل بنات شوفوا المناسب لكم وفصلوا. هنا بنات راح اغسل التخم طبعا على الناشف لان شفته كلش متوسخ، فهنا خلينا زاهي وقاصر، ومن هاي الجلافه بنات هاي الخشنه. طبعا نوع القماش بنات مو هذا الخاولي، نوع قماش كلش حلو. وراح نجلف التخم بنات على الناشف، اهم شي خلينا قاصر وزاهي. طبعا وراح اترك البنكة مشتغلة عليهم ليلة كاملة، انا مودي ينشفون، وتعرفون هو الجو حار يعني. طبعا انا شو وقت غسلتهم بنات؟ تقريبا شهر 12 غسلتهم. وهسه كلش متوسخين لان القعدة كلها هناني. فهنا راح نظف الاستقبال تنظيف عميق، وهنا ملشين بالجلف. وهنا بنات خلصنا بعد ما كملنا التخم ونظفناه وغسلنا الأرضية ومسحناها، كملنا تنظيف كلش يعني. هاي آخر شي. وأكيد الحصيرة طلعتها وغسلتها وخليتها نشفت ورجعت فرشتها. وهاي آخر جولة بالاستقبال. هاي بنات، ولينا حبايب خلص فيديوني، أقولكم مع ألف سلامة وانتظروني الفيديو جديد إن شاء الله. باي حبايب.